بما هو موجود الآن في العراق من تناطحات وتناحرات بين القوى السياسية وفي قبة البرلمان العراقي. والعجيب والغريب مما نراه إنه يا إخوان كل من يخرج من السياسيين على شاشات فضائية يدعي الوصل لليلى، فكلهم يقولون، وأي شخص منهم يخرج يقول بأني صاحب المصلحة العليا وإني المجاهد وإني قد بذلت الجهد من أجل السعي للخدمات وإلى غير ذلك. إذا نوجه هذا الجواب: من هو المفسد؟ ومن هو الفاسد؟ ومن هو السارق؟ ومن هو العميل؟ ومن هو المتآمر؟ إذا كان كل من يخرج على الشاشة يقول أنا المصلح وأنا الذي حقيقة أحمل هم العراق وشعب العراق من عوز وفقر وحرمان، بل أدهى وأمر من ذلك. وقد سمعتم بذلك في غضون اليومين إنه بعض الجهات الدينية وفي خارج العراق قد أفتت بالحرمة على من يتدخل في الوضع الراهن من جهات دينية. والعجيب الغريب وليس بغريب عن هذه الجهات، فقبل أيام في الأيام المنصرمة قد أفتت نفس الجهة من خارج العراق بحرمة المظاهرات في العراق، ووصفت الشعب العراقي والخارجين خصوصا في شوارع بغداد والمطالبين بلقمة العيش بأنهم من أجزاء النظام السابق، وهؤلاء يثيرون الضوضة في داخل العاصمة. وأوجه هذا السؤال ومن على هذا المنبر وأسأله نفسه: هل هذه الفتوى على أساس الاستقراء أم على أساس البحث؟ وهل جعت كما جاع الشعب العراقي؟ وهل عريت كما عرى الشعب العراقي؟ وهل مسك الضر؟ وهل جلست في الحرب حتى تفتي بهذه الفتوى؟ فصلوا على محمد وآل محمد نصرة للشعب العراقي.